أنا دايما بحس إني أقل من اللي حواليا، بعمل اللي عليا بس عمري ما بحس إني كفاية. حتى لما أنجح بحس إن أي حد مكاني كان هيعمل أكتر. المدح بيخليني متوتر، بحس إني مش مستحقه. وأكتر حاجة بتوجعني إني مهما تعبت برضه حاسس إني قصرت. المشكلة اللي احنا سمعناها دلوقتي دي مشكلة ناس كتير جدا بتعاني منها. بس خليني اقولك حاجة بصراحة، الاحساس انك دايما اقل ده مش احساس بريء، ده احساس اتربى واتغذى وكبر جواك سنة ورا سنة لحد ما بقى هو ده صوتك الداخلي. في ناس عايشة طول عمرها بتجري عشان تثبت، بتجري عشان تتشاف، بتجري عشان تتحب، مش لانها طموحة بس عشان خايفة لو وقفت تتحاسب، خايفة لو ارتاحت تتساب، وخايفة برضو لو قصرت تفقد قيمتها. خليني اقولك الحقيقة اللي ممكن توجعك شوية، في ناس ما تقلهاش وهي صغيرة انها كفاية، اتقلها شد حيلك، اشتغل اكتر، اعمل اكتر، ورينا نفسك، ما تضيعناش. فكبر الانسان ده وهو حاسس ان وجوده عبء لازم يبرره. علشان كده المدح بيحطك في خطر انك ممكن تتكشف او تقع من الصورة او تخيب التوقعات. فانت مش بتفرح، انت بتتوتر، ومش بتستمتع، انت بتستعد، كأنك واقف على حافة مستني الغلطة. خليني اسألك وانت بتسمعني، هو انت بتحب نفسك ولا بتحب النسخة اللي بتنجح؟ ولو فشلت، ولو تعبت، ولو وقفت شوية، هل لسه هتحس انك تستاهل ولا تحس انك خذلت كل اللي رهنوا عليك؟ انت مش حاسس انك قليل علشان انت قليل، لا، انت حاسس كده علشان اتعلمت ان قيمتك مش ثابتة. خليني اقولك حاجة مهمة تسمعها، الانجاز مش علاج لانعدام تقدير الذات. الانجاز بيعتبر ليك مسكن بيريحك شوية وبعدين الألم يرجع تاني. طب ليه؟ عشان الجرح مش في اللي بتعمله، الجرح في اللي حاسس انك لازم تعمله عشان تتحب. في فرق كبير قوي بين انك تتطور علشان تنمو وانك تتطور علشان ما تتحاسبش. الاولى حياة والتانية سجن. النهاردة مش عايزاك تعمل حاجة جديدة، عايزاك تقف وتسأل نفسك سؤال واحد بس، لو انا ما عملتش اكتر هل انا لسه استاهل؟ لو السؤال ده خوفك للوهلة الاولى اعرف ان ده بالظبط مكان الشغل الحقيقي. احساس انك دايما اقل لازم تبقى عارف ان ده مش قدر، ده جرح، والجرح ده مش بيتعالج بالجري، بيتعالج لما تبصله وتعترف انك اتوجعت، وانك من غير ما تثبت ومن غير ما تبرر ومن غير ما تنجح زيادة انت لوحدك كفاية.